أنفاق تربط 3 دول ببعضها البعض، من سوريا إلى العراق وتركيا. يقال أن تكلفتها تجاوزت 4 مليارات دولار، وآخرون يتحدثون عن مبلغ فلكي يتجاوز 50 مليار دولار دفعها ماكرون ليثبت حكم قاسد في المنطقة. بعض هذه الأنفاق مصمم بحيث يسمح بمرور سيارات الدفع الرباعي، بل وحتى شاحنات الإمداد الصغيرة يمكنها المناورة في الداخل بسهولة. الأنفاق مجهزة بشبكات كهرباء متطورة وإضاءة تعمل على مدار الساعة، وأنظمة تهوية مركزية تضمن تجديد الهواء في أعمق النقاط. هناك غرف منامة مجهزة بالكامل، وقاعات اجتماع مكيفة، ومطابخ ميدانية قادرة على إطعام آلاف المقاتلين لأسابيع. تصريف المياه كان تحديا هندسيا كبيرا نجحت قاسد في تجاوزه عبر قنوات تصريف معقدة تمنع غرق الأنفاق خلال الشتاء. هذه المواصفات جعلت من الأنفاق مدنا عسكرية لا تحتاج للخروج للسطح. المقاتل يمكنه العيش والتحرك والقتال دون أن يراه أحد. لكن هذا الجبروت الصناعي كان عليه أن يصمد أمام قوة عسكرية ضخمة. تركيا التي تراقب كل شبر من الحدود لم تقف مكتوفة الأيدي. استخدمت أنقرة تكنولوجيا متطورة للكشف عن الفراغات تحت الأرض، وبدأت حملة تدمير ممنهجة لهذه الشبكة المليارية. الطائرات المسيرة التركية استهدفت مداخل الأنفاق بدقة جراحية، واستخدمت قنابل خارقة للتحصينات قادرة على اختراق طبقات الخرسانة. نجحت تركيا في تدمير مئات الكيلومترات من هذه الأنفاق في الشمال. تحولت المليارات التي صرفت على الحفر إلى ركام في لحظات. قاسد حاولت تمويهها عبر بناء مداخل وهمية ومخارج متعددة، لكن التكنولوجيا التركية كانت دائما تسبقهم بخطوة. الانهيارات التي سببتها الغارات التركية دفنت مقاتلي قاسد داخل حصونهم. تحول النفق من وسيلة حماية إلى فخ قاتل لا مخرج منه. المواصفات الفنية العالية لم تشفع للأنفاق أمام القوة التدميرية الحديثة، فالخرسانة مهما بلغت قوتها تظل عاجزة أمام الصواريخ الارتجاجية. تركيا أعلنت مرارا أنها لن تسمح بوجود هذه الممرات، وبالفعل حولت أجزاء واسعة من الشبكة الحدودية إلى أثر بعد عين. الخسائر الاقتصادية لقاسد في هذا القطاع كانت فادحة جدا، فكل نفق يتم تدميره يعني ضياع ملايين الدولارات وسنوات من العمل. لكن قاسد استمرت في الحفر في مناطق أخرى بعيدة عن الحدود، ظنا منها أن العمق السوري سيكون أكثر أمانا وتحصينا. الأنفاق في الرقة ودير الزور كانت أكثر اتساعا وتعقيدا، حيث استغلت قاسد البنية التحتية القديمة ودمجتها في شبكتها. تحولت صوامع الحبوب ومحطات المياه إلى نقاط انطلاق للأنفاق. هذا الدمج الصناعي جعل من الصعب فصل المدني عن العسكري، وهما عرض المنشآت الحيوية لخطر الدمار والخروج من الخدمة. قاسد كانت تفتخر بأنها تمتلك أطول شبكة أنفاق في الشرق الأوسط، وتتباهى بقدرتها على نقل جيوش كاملة تحت الأرض. لكن القوة الحقيقية ليست في طول النفق، بل في القدرة على حمايته، وهو ما فشلت فيه قاسد فشلا ذريعا. وهذا ما ينقلنا إلى المفاجأة الكبرى التي حدثت في مطلع عام 2026 وبشكل ساحق، حيث تمكن الجيش العربي السوري من السيطرة على معظم هذه الأنفاق في أيام. الشبكة التي استغرق بناؤها سنوات سقطت كأوراق الخريف. قاسد التي كانت تتبجح بتحصيناتها انسحبت بسرعة غير متوقعة، تاركة خلفها مدنا كاملة تحت الأرض مجهزة بكل أنواع السلاح. الجيش السوري دخل هذه الأنفاق ليجد ترسانة عسكرية لا تقدر بثمن، مخازن صواريخ، مستودعات وقود، ومراكز قيادة متطورة جدا. السؤال الذي حير المراقبين: لماذا فشلت الأنفاق في حماية قاسد؟ السبب الأول هو الانهيار المعنوي السريع لمقاتلي الوحدات القسدية. فالمقاتل الذي يشعر أنه محاصر تحت الأرض يفقد الرغبة في القتال. الأنفاق تحولت إلى سجون نفسية ضيقة بمجرد قطع خطوط الإمداد. والسبب الثاني هو الاختراق الاستخباراتي الكبير لخرائط هذه الشبكة. الحكومة السورية كانت تمتلك أحداثيات دقيقة لمعظم المداخل والمخارج، بفضل تعاون السكان المحليين الذين سئموا من ظلم قاسد
وتهديد منازلهم. الجيش العربي السوري لم يحتج لتدمير الأنفاق، بل دخلها من أبوابها الخلفية. فشلت قسد في حماية إنجازها الصناعي لأنها فقدت الحاضنة الشعبية. الناس الذين حفروا هذه الأنفاق بالصخرة كانوا أول من دل عليها. الظلم الذي مورس خلال الحفر ارتد وابلا على من أمر به. الجيش السوري استغل هذه الأنفاق لصالحه، وبسرعة مذهلة تحولت من سلاح ضد الدولة إلى أضخم ترسانة تحت أرضية للجيش. قسد حاولت تفخيخ بعض الأنفاق قبل انسحابها، لكن الوقت لم يسعفها. التقدم السريع للقوات الحكومية أربك الحسابات. فشلت التكنولوجيا الفرنسية في إنقاذ المشروع، لأن القوة العسكرية لا تبنى على الحفر، بل على العقيدة والأرض.